زقيت الباب اكتر، ويا ريتني ما زقيت. الباب زيق والراجل الغريب ده اخد باله مني. انا وقفت مكاني ما اتحركتش. نظراته كانت مخيفة جدا، مخيفة لدرجة ما تتخيلهاش. فجأة راح واخد لمبة الجاز من جنبه وقام حادفني بيها. فتحت عيني، لقيتني قاعد على الرصيف في الشارع، قاعد لوحدي. العيال بتلعب وانا لوحدي، محدش معبرني. كانوا عمالين يضايقوني، يبصوا عليا ويضحكوا. ما كنتش فاهم فيه ايه. وانا قاعد على الرصيف جاني راجل، انا مش فاكر شكله قوي، ومش فاكر اصلا اذا كنت بصيت ناحيته ولا لا. هو كان بيبيع لعب، اداني كيس وطبطب عليا ومشي. انا حتى ما بصيتش ايه اللي جوه الكيس. الحزن كان ملكني. واللي زاد لما واحد من العيال خطف مني الكيس وهو على عجلته جري. ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري وراه، بجري وانا مليان غضب، وما ارتحتش غير لما خدت حاجتي. اصل وانا بجري وراه وقعت واتكعبلت. العيال فضلت تضحك عليا اكتر، لحد ما جه راجل زعق لهم واخد الكيس من الواد وراح قومني وطبطب عليا واداني الكيس. حتى ده كمان مش فاكر شكله. اخدت حاجتي ومشيت ناحية باب العمارة. ما بصيتش ناحية حد، بس كنت سامعهم، همسات وتريقة. مشيت وانا جوايا سؤال واحد: هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا لسه في الحلم؟ طلعت السلم وانا عيني على عجلتي اللي كانت مركونة في بير السلم. هتوحشيني قوي. لما خبطت باب بيتنا وامي فتحت لي، شافتني متبهدل وبعيط، قامت واخداني في حضنها. يا دوب لسه هوريها الكيس اللي الراجل اداهولي، اللي انا معرفش لحد دلوقتي هو جواه ايه. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ كل مره تجيني معيط وهدومك متوسخه. قلت لك ما تنزلش الشارع ده تاني. يلا غور على اوضتك دلوقتي. جريت على اوضتي ورميت نفسي على السرير ورميت الكيس جنبي. كان مرمي على الارض لعبه الميكانو بتاعتي، حاجه كده شبه المكعبات، عباره عن قطع معدن ومسامير ومفكات عشان نعمل منها اشكال: عربيه، طياره، عجله، موتوسيكل. كانت جايالي هديه، بس عمري ما حبيتها. كانت بتعصبني قوي، عمري ما قدرت اكمل شكلي للاخر. بس كان في حاجه غريبه قوي في الاوضه. مرايه الدولاب كانت متغطيه كلها بالجرايد. هو امتى ده حصل وليه؟ هتلاقي ماما غطتها عشان ما اشوفش فيها وشي، اكيد خايفه عليا. ما قومنيش من على السرير غير ضحك العيال في الشارع. رحت اتفرج عليهم من ورا شيش الشباك. معرفش ايه اللي خلاني افتكر الكيس. مشيت ناحيته ومعرفش ليه كنت حاسس حاجة غريبة قوي. ايه ده؟